السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم حبايبي وين ما كنتوا بتتابعوني. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة جديدة، بوصفة خبز لشهر الفضيل ما شاء الله اكتر من روعة. راح نخلي لكم المقادير على الشاشة ونروح مباشرة لطريقة التحضير. اول شي راح نجيب بول الخلاط، راح نحط فيه 250 ملي مية، طبعا المية هذه راح تكون دافية. راح نحط فيه معلقة كبيرة خميرة فورية، عندي معلقة كبيرة سكر، وراح نخلط هذه المكونات مع بعض على أساس السكر والخميرة يذوبوا مع بعض بالشكل هذا. بعدها راح نجيب تقريبا كوباية كبيرة تاع طحين، يعني مش راح نكتر الطحين، راح يكون عندنا الخليط راح يكون على شكل سائل بالشكل هذا. راح ندوبه كتير منيح لما يتجانس معنا الخليط. بعدها طبعا راح نغطيه ونخليه تقريبا 10 دقائق، طبعا على حرارة المطبخ، مكان يكون دافي. لما يتضاعف الحجم طلعوا بعد ما تضاعف الحجم ما شاء الله خمرت مليح، راح نبلش نحط لها كوباية زيت، كوباية شاي زيت. عندي علبة زبادي اللي هو الياقوت الطبيعي، وعندي 250 ملي مية. راح نحط كل هذه المكونات على بعض ونبلش نعجن فيها شوي شوي. الحين راح نحط الطحين لما تتماسك معنا العجينة. راح نحط شوي شوي طحين، سواء عجنتوه الخبز هذا بالعجانة أو بالإيد عادي. الحين حطيت معلقة صغيرة ملح، مليانة معلقة صغيرة مليانة ملح، ونبلش نعجن فيها. الحين راح نحط طبعا الزيتون بعد ما غسلته مليح وشلت منه الملح مليح، نقعته شوي، صفيته رميته في الخبز هيك، حطيته على الخبز ونعجنه معها تقريبا هيك دقيقتين. شوفوا ما شاء الله العجينة كيف جات، ما جاتش طرية كتير وما جاتش جامدة كتير. انا هذه الكمية اللي عملتها تاع كيلو 4 معالق طحين زيادة، يعني مليانات معلقة اكل مليانات طحين زيادة عن الكيلو. هذا هو اللي شالت معي هذا كل الكمية، ومية اخذت معي 500 ملي مية. راح نغطيها ونخليها يتضاعف الحجم تاعها طبعا في حرارة المطبخ. بعد ما تضاعف الحجم طلعوا ما شاء الله كيف. راح نبلش نشكلها، راح نحط شوية طحين طبعا على طاولة العمل ونبلش نقطعها. شوفوا ما شاء الله كيف تخمرت الخبز، هذا لازم يخمر مليح. انا عشان عملته بالعجانة على مرة واحدة عجنته او خمرته مرة واحدة. انتو اذا عجنتوه على ايديكم المرة الاولى لموه خلوه يخمر، وتاني مرة زيدوا عجنوه مليح واعملوا كمان مرة يخمر، يعني مرتين خمروه. انا خمرته بس مرة واحدة لانه انعجن مليح بالعجانة. راح نقطع طبعا الخبزة تبعتي تقريبا 200 جرام او 220 جرام بالشكل هذا. الحين راح نغطيهم ونخليهم تقريبا 10 دقائق يرتاحوا. بعدها راح نرش الطحين على طاولة العمل ونبلش نشكل في الخبز هذا. راح نعملكم هيك تشكيلتين حلوين كتير، خاصة احنا بشهر رمضان او اي يوم يعني مع شوربات مثلا او جايينك ضيوف بتحبي تقدمي الخبز هذا تعملي في بيتك لاهل بيتك كمان، مش غلط. طلعوا ما شاء الله راح نرقه شوية، مش كتير طبعا، راح نخليه ما هو خميل ما هو رقيق، راح يكون وسط على اساس لما يزيد يخمل معنا يزيد يخمر يعطينا الحجم هو المضبوط للخبز. انا هذه الخبزة عملتها هيك بالطول، راح نشكلها نعملها تشكيلة هيك بالنص، راح نعملها فتحات بالنص. راح نحطها اول بصينية الفرن. طبعا دايما الصينية راح يكون فيها ورق الزبدة، ضروري يكون فيها ورق الزبدة او مدهونة مليح من تحت على اساس انه الخبز ما يلصق لكمش تحت في الصينية. هذه هي الفتحات الشكل هذا الاول. الشكل الثاني عملته هيك فتحات، طلعوا كيف ما شاء الله طلع شكل كتير حلو. نخلي الفتحات باينة، لما تخمر نوسعهم على بعض، لما يخمروا ما يدخلوش في بعض. الحين الاولى حطيت شوية مية طبعا ودهنتهم بالمية ورشيتها بطحين، طبعا جبت مصفاية رشيتها بطحين. والثانية راح نجيب بيضة حطيت فيها معلقة خل كبيرة او معلقة حليب الموجود عندكم، راح ندهنها مليح مليح. ونجيب طبعا الزيتون الاخضر او الاسود او اي نوع زيتون بتحبي تحطيه، او بدكيش تحطي زيتون عادي من فوق لانك حاطه في العجنه زيتون. انا بصراحه بحب كتير الزيتون، بحب احطه بالخبز. التانية راح ندهنها كمان ببيض وراح نزينها. بصراحه انا كل واحده كيف زينتها، واحده حطيت لها زيتون اخضر، واحده حطيت لها زيتون اسود، والتانية حطيت لها اسود واخضر، يعني بطلع هيك تشكيله بتطلع حلوه لرمضان ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله هذه حطيت لها زيتون
التانية حطيت لها طحين، والتانية كمان دهنتها بمية ورشيتها بسميد ناعم، وهذه حطيت لها زيتون أسود. يعني صار عندنا هيك تشكيلة خبز ما شاء الله. الحين في الفترة هذه سخنت الفرن على 180، راح نخليه يستوي من فوق ومن تحت. طلعوا كيف من بعد ما استوت ما شاء الله من الجناب، هذه بينت انها تحمرت، استوت من تحت ومن الجناب. راح نطلعها، وهذا هو الشكل الخبز. طلعوا ما شاء الله من بعد ما استوى، والله يعني منظر بصراحة بشهي. ان شاء الله شهيتكم في الجنة حبايبي. نتمنى لكم هذه الوصفة تجربوها. شوفوا ما شاء الله كيف طلعت، والله خاصة لما تجهزيه في بيتك احسن من اللي تشتريه من برا، يعني بتكون فيه نسبة المحسنات. هذا طبيعي جدا، خميرة تاعت البيت، وعرفتي شو حطيتي فيها، عجنتيه بايديك، ويعني شغلة نظيفة. شوفوا ما شاء الله كيف طلع مقطن من جوا مثل القطن. طلعوا ما شاء الله خفيف كتير كتير. يعني بصراحة والله قد ما شكرت فيها مش راح أعطيها حقها الوصفة هذه تاعت الخبز. إن شاء الله نتمنى لكم تجربوا هذه الوصفة. بارطاجوا الفيديو هذا مع أصحابكم وأحبابكم عشان الفائدة تعم على الجميع. ما ظني غنقول لكم سلام.